جزء في هذه اللحظات معايا لقاء هام جدا جدا مع احد نجوم النادي الاهلي المنتخب المصري كابتن احمد فتحي. كابتن فتحي برحب بيك في البدايه. اهلا بيك، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا امير؟ عشنا بقالك كتير ما بتطلعش معانا في كابتن الاهلي. انا طلعت اهو عشان ما ازعلكوش. طبعا عايز ابارك لك في البدايه. خلينا نبتدي بمباراه منانا وبطوله دوري ابطال افريقيا. عايز ابارك لك على المباراه او على المباراتين بشكل عام، وبدايه قويه بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. الحمد لله طبعا الماتشين. الماتش اللي هناك يعني ما كانش صعب شويه. في مصر ضيعنا فرص كتيره. الماتش خلص 4-0 بس عملنا ماتش كويس مش وحش. العوده كانت صعبه شويه، الجو هنا صعب شويه. الرطوبه جت عاليه جدا والملعب مش كويس قوي، في رمل كتير. انا لعبت عليه قبل كده كتير. لعبت ماتشين عليه، مش لعبت كتير، لكن الحمد لله قدرنا نكسب 3-1 والحمد لله على النتيجة. شايف ان شاء الله الامال السنه دي كبيره ان احنا نحقق البطوله دي، خصوصا بعد البدايه القويه يا كابتن فتحي. وزي ما احنا عارفين دايما ان البدايات بتدي دافع كبير في الاستمرار في البطوله، وان احنا ان شاء الله نحقق البطوله دي، خصوصا بعد ما وصلنا النهائي السنه اللي فاتت وخسرنا. يمكن اسباب كلها يمكن كانت معروفه، وكان التحكيم كان صعب جدا مع اخر مباراه. بص، انا موضوع التحكيم يعني ما بركزش فيه قوي، عشان هو ربنا كاتب لنا هنكسب غصب عن اي حد يعني. لكن الماتشين في النهائي، انا البطولات من اللي زعلان عليها جدا. نوصل نهائي تعبنا فيها البطولة ديت، لكن مفيش توفيق. دايما كل حاجة بتبقى خير، فأكيد خير لينا اللي احنا ما حصلش نصيب ان احنا ناخد البطولة ديت. لكن عندنا استعداد للبطولة ديت أقوى. فرقة قوية يعني. معظم الفرق اللي صعدت فرقة قوية برضو، ما عدا يعني أنا ما شفتش الفرقة التانية اللي ممكن أسمائها مش جامدة، لكن ما تعرفش ممكن يكونوا أقوى برضو من الفرقة التانية. لكن أكيد يعني هتبقى يعني في المجموعات ممكن ما نعرفش اللي هيحصل يعني. ممكن نقع مع مجموعة صعبة، ممكن مجموعة سهلة، ما نعرفش. لكن كل حاجة بتبقى عشان تاخد بطولة لازم هتعدي بصعاب كتير يعني. لكن الحمد لله اللي احنا اول ماتشين ما كناش قلقانين قوي يعني. زي السنة اللي فاتت كنا بنلعب بيدافيست، كان فرقة كويسة كانت فرقة كويسة، تعبنا شوية. لكن السنة دي أتمنى نكون بادئين خطوة كويسة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون مركزين الفترة اللي جاية يعني. طيب ده فيما يخص طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا والبدايه المميزه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ايضا عايز ابارك لك على حاجه اخرى، وهو الفوز ببطوله الدوري. وهي بطوله متعود عليها جمهور النادي الاهلي، لكن المره دي طعم مختلف، لان وصلنا البطوله رقم 40 في تاريخ النادي، والنجم رقم 4 على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي. وموسم كان صعب وطويل، وارقام جيده جدا الفريق حققها السنه دي، واداء ونتائج. طبعا الحمد لله. بطولة الدوري السنة دي من أهم البطولات ليا أنا بالذات وللنادي الأهلي طبعا، عشان دي البطولة 40 في تاريخنا. لكن السنة دي أنا شايف إن إحنا ما شاء الله يعني ماشيين بشكل كويس جدا. معظم الفرقة كلها لعبت السنة دي، ولعبوا كتير، مش زي السنة اللي فاتت مثلا كان في مجموعة بتلعب على طول ضغط الماتشات. لكن السنة دي لحد ما ممكن عشان المنافسة ما كانتش قوية بالنسبة لنا، فقدرنا نحسم الدوري بسهولة السنة دي شوية. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا كبير. لكن بطولة مميزة. في لعيبة كتيرة ظهرت بشكل كويس. معظم الناس المحترفة اللي مباراة يعني كانوا كويسين جدا، فرقوا معانا طبعا. الفرقة كلها كانت احنا فرقتنا يعني عندنا ميزة اللي احنا كلنا مع بعض كويسين. مفيش حد بيزعل، مفيش حد بيتضايق، لا الدنيا كلها ماشية كويس الحمد لله، فضل من عند ربنا. وان شاء الله نفضل كده على طول ان شاء الله. انت واحد ما شاء الله كابتن فتحي، حققت تقريبا كل البطولات مع النادي الاهلي على مدار تاريخك وتواجدك في النادي الاهلي، لكن ازاي بتقدر تجدد الدوافع بالنسبه لك عشان تقدر تحقق المزيد من البطولات؟ ونفس الحال بالنسبه لمنتخب مصر. بص، هو السؤال يعني سؤال يعني هو مش جدد دوافع، هو سؤال حلو بصراحة، لكن وسؤال صعب برضه انا ارد عليه. مش صعب يعني، لكن
الدوافع لازم تخلي دوافع على طول. انت لو ما خليتش دوافع لنفسك مش هتعرف يعني مش هتعرف تلعب، مش هيبقى عندك استمراريه في حاجه. لازم يكون عندك اهداف عايز توصل لها. مع المنتخب نفس القصه، مع النادي كله نفس القصه. آه، فلازم انت تكون عايز، يعني لازم انت تكون عارف انت عايز تعمل ايه، عايز تحقق ايه، عايز تضيف لنفسك ايه. لكن دايما الحاجه اللي انت عايز تضيفها لنفسك ممكن لازم هتيجي في الاخر عن طريق الجماعه، يعني مش احنا بنلعب كره جماعيه في الاخر يعني. لكن انت لازم وانت بتلعب لازم تكون عايز تفضل على طول مستوى كويس عشان تفضل بتلعب على طول، عايز تحقق الدوري مع ناديك، عايز تحاول كل ده لازم بتتمرن، لازم تتمرن كويس، ولازم تركز، ولازم تفضل مركز على طول، ما ينفعش تركيزك يقل في يوم. بس هو يعني لكن طبيعي ان انت لازم تخلق دوافعك لنفسك ده انت عايزه. خصوصا في نادي بحجم النادي الاهلي دايما بينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها. عندنا النادي عندنا صعب يعني النادي يعني ايه صعب يعني؟ يعني النادي لازم ناخد كل بطولة. فهو احنا هو بيتحط علينا لود يعني الناس لازم تعرف، لا احنا بيتحط علينا لود وضغط عصبي و... يعني اللي عارفش اللعيبه تاني، بس انا بالنسبه لي كمان لما بتعادل الماتش ده بالنسبه لي يعني حصل جنايه يعني. فلا هو ضغط على طول عندنا ضغط. يعني ما بتخش بطوله لا قدر الله خسرت البطوله بتلاقي بطوله داخله تانية وراك، بتلاقي مش عارف بطوله سوبر بتلاقي. لا يعني الضغط عندنا كتير كبير يعني. بس احنا عندنا لازم يكون لعيبه كمان عندهم شخصيات قويه، يعني عندنا في النادي الدنيا مختلفه، لازم يكون لعيب شخصيه قويه. اما في ممكن يحصل تأثر بجمهور لكن في الاخر ما لازم تركز في الملعب بس يعني. ده رأيي يعني. التواجد في النادي الاهلي بالنسبه لاحمد فتحي بيمثل لك ايه، وخصوصا انت يعني لسه مجدد عقدك مع النادي الاهلي، التواجد في حد ذاته واستمرارك مع النادي الاهلي ده بيمثل لك ايه؟ لا هو النادي الاهلي ده بيتي يعني، مش انا بقالي 10 سنين في النادي من سنة 2008. رحت سنة سافرت فيها قطر ورجعت، لكن لا أنا مش تواجد. لا الحمد لله أنا جددت سنتين. ممكن حصل شوية مفاوضات، الدنيا اتأخرت شوية، لكن دايما بيبقى كل حاجة ليها وقتها، وكل حاجة بتيجي في وقتها، وكل حاجة بتبقى خير. انت ما تعرفش الخير ربنا ما قدر لك ايه، وقت ما حاجة هتكون يعني. زي ما انا قلت لك من شوية يعني بطولة افريقيا اللي فاتت دي انا زعلان عليها جدا، وكل ما افتكرها ازعل، لكن خلاص يعني هو في الاخر ده خير اللي احنا مكتوب لنا ما ياخدناش يعني. بالنسبة لي احنا تعبنا فيها جدا و يعني ما بقول لك يعني يعني ارجع للسؤال التاني. لا ما انا حابب اكون في النادي، وانا قلت الكابتن كده اصلا من اول كلامي معاه. قلت له ايه بالظبط؟ يعني الكلام بالظبط قلت له؟ لا هو كان بيكلمني وقال لي حابين نكمل معاه، يعني عايزينك تمضي. بس انا قلت له يا كابتن انا حابب اكون في النادي، مش عايز اروح في حته وما عنديش مشكله من اي حاجه يعني. بس الدنيا اتاخرت بقى شويه، ولكن ممكن سافرنا السوبر رجعنا، ممكن اتكلمنا اتفاوضنا عادي يعني، بيحصل يعني، مش ما بيحصلش يعني. بس كل ده اكيد شيء وارد، لكن الاهم في النهايه ان انت متواجد في النادي الاهلي، وان شاء الله تفضل تنافس مع النادي على مختلف البطولات اللي بتشاركوا فيها. لكن ده فيما يخص النادي الاهلي. خلينا نتنقل طبعا لحته او جزئيه اخرى، وهي خاصه بمنتخب مصر. وانت لعيب دولي كبير ما شاء الله من وانت صغير، متواجد في مختلف المنتخبات، حققت بطولات كتير جدا، كان ناقصك بس التاهل لكاس العالم. كان عندك فرص كتير ان انت توصل لكاس العالم، بس من الناس القليله اللي لحقت الحمد لله انها توصل لكاس العالم. لا احنا لسه ما لحقتش. لا ان شاء الله تكون متواجد اكيد ان شاء الله. هكون متواجد دي الله اعلم. لا ان شاء الله تكون متواجد، ده مهم جدا طبعا ان شاء الله انت تكون متواجد. وكان حلم اكيد بالنسبه لك، بخلاف ان هو كان حلم لكل المصريين 28 سنه وما نروحش كاس عالم. طبعا يعني ما هو حلم بالنسبه لنا كلنا يعني، بالنسبه لمصر. انا من سنه 90 ديت انا كان عندي 6 سنين، وانا كان عندي 6 شهور. انا كان عندي 6 سنين وكنت بتفرج على الماتش ده، يعني الماتش بتاع مصر وهولندا ده انا كنت قاعد بتفرج عليه، يعني كنت بتفرج عليه لغرض معين تاني، عشان كان حد موعدني بحاجه، فانا كنت عمال ادعي عشان نتعادل. هي كانت كان حد موعدني يديني بيلي. كان جارنا عنده بيلي كتير جدا وانا ما كانش عندي، كنت غالبا بخسر. وبعدين قال لي لو ادعي لو اتعادلنا هديك بيلي. قعدت ادعي لغايه ما البيلي جه. اول ما جبنا التعادل رحت راح واخد البيلي. بس يعني كنت لسه صغير 6 سنين يعني، بس يعني من زمان يعني انا بحب الكوره، بحب اتفرج يعني، انا بحب الكوره عامه وانا صغير. بس لكن من سنه 90 يعني، فده حلم يعني في ناس كتير يعني. انا بالنسبه لي كان حلم كبير، عشان
كانت قريبه بالنسبه لي، يعني بقالنا مرتين كانت ممكن الدنيا قريبه بالنسبه لنا، لكن مفيش نصيب يعني. بس دايما اقول لك كل حاجه خير، متعرفش الخير فين يعني. الحمد لله اللي ربنا كرمنا وصعدنا يعني، الحمد لله. كنت حاسس ان المره دي اقرب ولا المرتين اللي فاتوا كان اقرب؟ بص المره دي ممكن شويه، بس يعني ممكن مش تأكدت يعني. حسيت ان ربنا بعد ما خسرنا النهائي بتاع الجابون ضد الكاميرون، حسيت ان ربنا شال لنا خير اللي احنا هنصعد يعني. بس يعني عشان المرات اللي فاتت كنا بناخد البطوله بطوله افريقيا وما بنصعدش. لا 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 لا، مش ما بحسبهاش كده، بس دايما ربنا بياخد منك حاجه عشان يديك حاجه احسن يعني. فهو يعني هو ربنا دايما ليه حكمه يعني. فالحمد لله اللي ربنا يعني اكرمنا وصعدنا يعني. لكن انا كان نفسي اخد بطوله افريقيا برضه يعني، عشان كانت دي البطوله الرابعه في تاريخي يعني. فكان بالنسبه لي كانت حاجه كويسه يعني. وكانت مؤهله كمان لكاس العالم للقارات، والاجواء فيه بتبقى حلوه برضه. هو لا قارات يعني، انا لعبت قارات كاس قارات برضه فممتع يعني. ف هو ما فيش نصيب، لكن الحمد لله اللي صعدنا كاس عالم. ان شاء الله رب المجموعه كلها يكونوا كل الناس الموجودين، او ربنا يبعد الاصابات عن كل الناس يعني. مش في اللعيبه اللي ممكن مستر كوبري يختارها، لكن في مصر كلها. و... و... والاحسن والاقدر ان شاء الله يكون موجود، والتوفيق لينا ان شاء الله يا رب. انت كنت متواجد في جيل قبل كده مليء بالنجوم وما صعدش كاس عالم، والجيل ده ايضا انت متواجد فيه. اوجه الاختلاف ما بين الجيلين ايه، وايه الفرق في الصعود لكاس العالم يعني؟ ايه اللي خلى المره دي ان مصر تصعد كاس العالم بعد طبعا توفيق ربنا عن المرات الاخرى السابقه، رغم يمكن الجيل اللي فات كان جيل اكثر من رائع وحقق انجازات كتير جدا منتخب مصر؟ بص هو في جمله كان احمد حجازي بنتكلم فيها، فقلت له كان الجيل اللي فات ده لازم ياخد كاس عالم يعني، نروح كاس عالم يعني. يعني الجيل بتاعنا كان مش الجيل بتاعنا يعني، لما الجيل بتاعنا او بتاعه يعني، لا يعني. يعني بس احنا كنا ساعتها كنا كويسين وجامدين. بس بعدين قال لي احمد يعني انتوا لو صعدتوا كاس عالم انتوا هتخلوا لنا ايه يعني؟ انتوا يبقى انتوا عملتوا كل حاجه. قلت له اه تصدق صح. ما اصل احنا خدنا 3 بطولات افريقيا دي صعبه كده، رحنا القارات كنا ممكن نصعد برضو فيها، بس يعني ما كانش فيه توفيق. آه لكن هم فعلا يعني هي سبحان الله يعني. وخلي بالك الجيل ده، لا هو الجيل ده احنا الجيل بتاع زمان كان ميزته اللي فيه 3 اعمار مختلفين يعني. كنت انا عاوز كلمة أنا الله يرحمه عبد الوهاب وكان عمرو زكي ومتعب وحسني الجيل لوحده. وبعد كده كان في شوقي وحسام غالي، وفي لا ابو تريكه اللي فوقيهم كان ابو تريكه بقى وسيد معوض وممكن بركات اكبر سنه، وكان في الحضري وكابتن احمد حسن يعني مختلفين 3 اجيال. ممكن في الاخر عملوا منتخب قوي. احنا كنا جامدين يعني احنا كنا بنخاف من حد. كنا بنكسب كل الناس. لا هو مش كده كمان، لا احنا كنا يعني هو في الاول شويه خلي بالك بدأ واحده واحده مع الكابتن حسن طبعا يعني. الكابتن حسن من المدربين يعني اللي في تاريخ الكره المصريه يعني. يعني مش عارف يعني مش عارف اتكلم عليه كتير عشان انا اصلا من الناس اللي بحبهم جدا ومن المدربين اللي بحبهم جدا. لكن كابتن حسن عامل جيل كويس، خلاه عندنا ثقه، ما بنخافش من حد، نلعب قدام اي حد ما بنخافش منه، برازيل ايطاليا. فميزه الجيل ده شويه كله صغيرين. حتى انا قلت لهم اول ما رحت معاهم قلت لهم انتوا ممكن بعد سنتين هتبقوا جامدين بقى، عشان هم هيبقوا يفضلوا مرحله دي خلاص 27 28 بيبدا عندهم نضج. وممكن اللي عنده بقى 26 يعني، هتلاقي في لعيبه صغيره طالعه يعني. ممكن كمان سنتين 3 هتلاقي عندنا منتخب قوي جدا ان شاء الله يعني. هو طبيعي يعني بيحصل في الكوره يعني. مش هتفضل انت مش هتفضل على طول عندك جيل قوي. هتلاقي جيل قوي وبعد كده شويه بيحصل فتره وبعد كده يطلع جيل قوي. بس هي الميزه طبيعي اللي لازم كله يشتغل عليها، لازم دايما يبقى عندك المنتخبات اللي تحت قويه، عشان بعد كده لما يجي يطلع تلاقي كل لاعب عنده شخصيه. عشان بعد كده في المراحل اللي جايه يعني، مع الضغط مع السوشيال ميديا دلوقتي مع الحاجات ديت، اللعيب بقى مضغوط اكتر. خلي بالك مش زي الاول. زمان ولا كان في سوشيال ميديا ولا في حاجه ولا في ضغط عليك ولا. لكن دلوقتي ما والضغوط اكبر ومش عارف ده ايه، وكله بيقول رايه بمزاجه وتلاقي. ف لا يعني انا بشفق عليهم بصراحه يعني. مش موضوع مش سهل، لكن هي الدنيا كده يعني. بس طموح في كاس العالم هيكون واصل لحد فين يعني؟ احنا طبعا مبسوطين جدا ان احنا وصلنا البطوله اخيرا، لكن انتوا كلاعيبه منتخب مصر وانت متواجد ان شاء الله في المعسكر المهم اللي جاي، بتفكروا ازاي وطموحكم واصل لحد فين في بطوله كاس العالم؟
بص هو يعني كلعيبه او لعيبه وجهاز فني وكل الناس طبيعي اللي احنا نفسنا اللي احنا نصعد الدور اللي بعد كده، لكن مش هناخد كل حاجه الا خطوه خطوه طبيعي يعني. ف من اول ماتش عندنا اورجواي ماتش هيبقى صعب مش سهل. لازم نركز فيه الاول، احنا طبيعي اللي احنا مركزين، احنا هدفنا الاول اللي احنا نصعد. بعد كده نشوف الفرق يعني خطوه خطوه. احنا عايزين نوصل لابعد حاجه ممكنه يعني. يعني مش م... مش حاجه اللي احنا نروح نلعب 3 ماتشات وخلاص، لا. لا اكيد يعني بيبقى لنا اهداف، وطبيعي كل واحد نفسه اللي هو يعمل احسن حاجه. كاس عالم يعني حدث ما بيحصلش غير كل 4 سنين، وحدث مهم واحنا كمان بقالنا 28 سنه ما بنروحش. فطبعا يعني كله هيطلع كل اللي عنده اكيد يعني. مجموعة سهلة ولا متوازنة ولا صعبة من وجهة نظرك؟ مجموعه مش سهله، انت معاك 3 فرق صاحبه الارض، اوروجواي فرقه جامده والسعوديه انت عارف. انا ما بحبش انا انزل اقول ماتش صعب، لا ده ماتش سهل. اه ممكن يكون ماتش صعب باسم بفرق بتاريخ الفرقه، لكن ممكن على ارض الواقع تلاقي الدنيا مختلفه، وتلاقي يوم الماتش ده ممكن حالتك انت كويسه جدا، ممكن حالة الفرقه وحشه جدا يعني، وهكذا يعني. ساعات يوم الماتش ممكن بيحكم اللي انت ممكن في حاله بتبقى عاليه، ممكن هم لا. وده في الاخر التحضيرات اللي قبل كل ده بتفرق معاك كتير يعني. طيب آخر كام سؤال. تمام. كام سؤال؟ آخر كام سؤال. أغلى ماتش أو أكتر ماتش بالنسبة للكابتن أحمد فتحي مع النادي الأهلي ما ينساهوش، ومع المنتخب ما ينساهوش؟ لا ده صعب، بس يعني يعني انا بقالي 10 سنين في النادي يعني في لا ماتشات بس صعبة. أكيد في مباريات غالية عليك جدا، أو بطولات غالية عليك جدا، أو أهداف كمان. لا اهداف ما اهداف ما اقول لك ماتش الجيش اللي انا حاطط فيه جون، او وجون ماتش المصري. انا بالنسبه لي كمان ماتش المصري عشان نهائي كأس مصر. عشان انا ما باخدش الكاس ده. ما انا قلت انا حاسس ان انا هبطل من غير ما اخد الكاس. ف فالكاس ده بالنسبه لي يعني انا فرحت بيه جدا، عشان يعني ما خدتش كاس في طول حياتي يعني. الحمد لله اول ما طلعت مع النادي الاسماعيلي وانا صغير وعندي 17 سنه خدت دوري، ولا 18 سنه خدت دوري مع النادي الاسماعيلي، ووصلت نهائي افريقيا مع النادي الاسماعيلي، وبعد كده خدت بطولة افريقيا مع المنتخب، لكن كاس ما عداش عليا خالص. اوصل نهائيات واخسره. هو كاس وكاس، احنا ما صعدش كاس عالم وما خدش كاس مصر، فانا قلت يمكن النحس في الكاس. لكن الحمد لله احنا خدنا كاس مصر، والحمد لله صعدنا كاس عالم. لكن ممكن ماتش المصري، يعني ماتش المصري كان بالنسبه لي يعني ماتش، هم الاثنين يعني ماتشين يعني. مع المنتخب انت لعبت مباريات كبيره جدا، ويمكن في ايطاليا وفي البرازيل، دول ممكن ما يتنسوش من وجهه نظر الجماهير، لكن من وجهه نظرك انت خدت بطولات كتير مع المنتخب ولعبت مباريات كبيره مع منتخبات كبيره. اكتر مباراه ما تنساهاش مع منتخب؟ اكتر مباراه ما انساهاش كل المباريات، بس ممكن ماتش مصر والجزائر في 2010، عشان كنا خاسرين من ساعتها من كاس عالم منهم في كاس عالم. كسبنا 4. الماتش ده انا كنت قلقان منه جدا، بس كنا مركزين فيه جدا، عملنا ماتش كويس جدا يعني. ده من احسن يعني، او في ماتشات كتيره يعني، لكن يعني انا بحب الماتش ده يعني. في ماتشات كتير يعني بالنسبه لي كمان البطوله دي بالنسبه لي انا يعني كنت لاعب بطوله كويسه جدا يعني، من احسن بطولات يعني. جمهور النادي الاهلي بقى دي رساله، اخر حاجه خلاص. جمهور النادي الاهلي بيحبك جدا، علاقته قويه جدا باحمد فتحي. ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي في هذه اللحظات؟ في هذه اللحظات المهمه لا مش رساله، لكن ما انا بحب النادي وبحب الجمهور جدا، وبحب يعني ما فيش جمهور زي جمهور النادي الاهلي في مصر كلها. آه، اتمنى ان الواحد يفضل يساعدهم ويفرحهم ونكون نجيب لهم بطولات. عشان زي ما انا قلت لك هم عايزين كل البطولات تخش لازم ناخدها. بس هم اتعودوا على كده، ده طبيعي. يعني ما بحبش كلمه تعودوا دي، يعني ايه تعودوا يعني؟ النادي الاهلي لازم، النادي الاهلي اي بطوله لازم يدخلها، هو جمهور النادي الاهلي بيبقى طالب البطوله وبيبقى نفسه. ده طبيعي، خلي بالك، واحنا مش طبيعي ان احنا واحنا بنلعب احنا عايزين ناخد كل البطولات. هو بالنسبه لنا احنا خلي بالك لعيب الكوره الوقت بتاعه قصير في الاخر، 10 سنين 12 سنه، اي وقت حسب بقى ما كل واحد بيلعب.
طبيعي ان انت عايز تاخد كل البطولات، طبيعي ان انت عايز تكسب كل الماتشات، وطبيعي ان انت مش عايز تخسر، خلي بالك. لكن ممكن يكون ساعات غصب عنك، ما عندكش توفيق، ما حاجات كتيره جدا. لكن هي الكوره كده اصلا يعني. لازم يكون في ثقافه، اللي ممكن تخسر ماتش، ممكن تخسر بطوله، ممكن بطوله تخسرها من هنا تاخد بطوله وراها كده. فاهم قصدي؟ انت بتلعب في نادي كبير يعني، من اكبر الانديه في العالم. فالموضوع، لا انت عندك ضغط على طول زي ما انا قلت لك. فالموضوع لازم يكون اسهل شويه يعني. يعني الناس ما تاخدش كل حاجه على اعصابها يعني. لكن هي، وطبيعي لازم يبقى فيه هدوء شويه يعني. طبيعي الكوره كده، ممكن تخسر وممكن تكسب وممكن وهكذا يعني. بس يعني ما يعني فرق العالم كلها بيحصل لها ضربات يعني. لكن احنا لما بيحصل لنا ضرب بتبقى مشكله كبيره. لان عشان جمهور النادي الاهلي زي ما احنا قلنا متعود على البطولات. لكن آه، يعني سؤال مش عايزك تزعل مني فيه. زعلت من جمهور النادي الاهلي لما مثلا اتضايق شويه من احمد فتحي لما اتاخر في التجديد، ويعني او نادى على احمد فتحي بعض النداءات مثلا؟ لا بص، انا مش ده ناتج عن الحب على فكره لاحمد فتحي من جمهور. خلي بالك، اصل انا مش معقول انا بحبك يا امير وبعد كده اجي اهزقك. ده مش طبيعي. اللي بيحب حد ما ينفعش يعمل معاه كده، ده طبيعي. واللي بيحب حد هيفضل يحبه لشخصيته. انا هتغير، انا همشي، ابو تريكه مشي، وجمعه مشي، وبركات مشي، وسيد معوض مشي، لكن كل واحد ليه مكانته عند الناس. فاهم قصدي؟ انا من ساعه ما جيت النادي بقى لي 10 سنين، عمري ما عملت مشكله، عمري ما اتكلمت مع حد وحش. ما هذا من فضل الله طبعا. انا الواحد بينزل التمرين بتمرن كويس جدا، في الماتشات بطلع كل اللي عندي. ممكن الواحد ربنا مش موفقه وممكن يحصل دروب، ممكن يحصل. طبيعي مش هفضل مستواي على طول في الطب، طبيعي اللي انا ممكن وهكذا. فاهم قصدي؟ لكن الواحد بيحاول يعمل اقصى حاجه عنده، ايا كان هو ايه يعني. ممكن بكون مصاب، بس انا باجي على نفسي عشان عايز العب يعني. بس مش زعل. لكن في الاخر يعني هم ايه، هم ممكن يصعب عليك شويه. ممكن يصعب عليا، ده طبيعي، خلي بالك يعني. طب انا يعني لما هم قالوا كده انا قلت يعني، طب انا اصلا خلي بالك انا لسه اصلا في مفاوضات يعني خلاص يعني. ما انا مشيتش ولا في حاجه اصلا يعني. لكن الموضوع بالنسبه لي عادي يعني. انا خدت الموضوع عادي، زعلت شويه، مش هكدب عليك يعني. لكن مش هبقى منافق يعني اقول لك لا ما زعلتش، هبقى انا يعني ما عنديش دم. لا زعلت شويه، لكن يعني عادي يعني، تحصل يعني. تقول لهم ايه بقى اخيرا؟ لا يعني انا ما اقول لهم ايه في ايه. تقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ بيسمعك دلوقتي جمهور النادي الاهلي، حابب تقول له ايه؟ لا يعني اقول لهم الحمد لله اللي هم بيحبوني، الحمد لله انا بحبهم. بس ان شاء الله يا رب افضل موجود في النادي واختم حياتي في النادي وانا واي لعيب في النادي موجود، بجهاز فني، بايا كان مين اللي موجود، احنا موجودين، مش ان نفضل نساعدهم ونفضل نجيب لهم بطولات على طول ان شاء الله يا رب. بس شكرا يا كابتن احمد. واحنا كمان كجمهور النادي الاهلي اكيد بنتمنى ان انت تفضل موجود في النادي الاهلي، وان شاء الله بعد فتره كبيره اخرى تعتزل داخل جدران النادي الاهلي وتبقى احد كوادر النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا يا كابتن. ده طبعا كان لقاءنا الهام جدا مع احد نجوم الكره المصريه خلال او على مدار 10 سنين او 12 سنه سابقه. نجم كبير جدا كابتن احمد فتحي، طبعا اللي شارك مع النادي الاهلي طبعا وقدر انه يحقق العديد